بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهلا بيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. في الفيديو ده ان شاء الله هعمل كيكه بالزبيب وجوز الهند. يلا بينا اقول لكم على المقادير وتشوفوا الطريقه معايا. هنا انا معايا 3 كوبايات من الدقيق وعليهم معلقتين كبار من النشا، ومعايا 4 بيض، كوبايه من الزيت، كوبايه من الحليب، والحليب يكون مغلي، كوباية ونص من السكر، معلقتين كبار خل، 3 معالق كبار جوز هند، ومعلقتين كبار من الزبيب، ومعايا ظرف من الكيك شيف وظرفين من الفانيليا. يلا بينا نبدأ على بركة الله ونعمل الكيكة سوا مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة خالص. الكيكة دي طريقتها سهلة وبسيطة خالص. انا هضيف المواد السائلة كلها في الخلاط زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزل بالبيض وهضيف عليه ظرفين من الفانيليا. طبعا كل المواد السائلة هتبقى في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. اسهل كيكة ممكن تعمليها. طبعا قدام نزلنا بالبيض لازم نحط عليه الفانيليا على طول. اللهم صل على سيدنا محمد. بضيف كوباية الحليب، وبضيف كوباية الزيت، وبضيف كوباية ونص من السكر. المقدار ده من السكر مظبوط. انا عيرت كل المكونات السائلة دي بالمج بتاع الشاي، والدقيق برضو عيرته بنفس المج. 3 كوبايات من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا. هضرب المواد السائلة كلها في الخلاط كده لمدة دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين نشوفها مع بعض. بضيف الكيك شيف على الدقيق واقلبه. طبعا بتنخلي الدقيق كويس قوي قبل ما تعملي بيه الكيك. وهضيف الزبيب وجوز الهند، ولو حابة تكتري شوية من الزبيب وجوز الهند مفيش مشكلة زي الفل. هقلبهم تقليبة حلوة كده وارجع لكم تاني. بس كده. ده الخليط اهو بعد ما ضربته في الخلاط لمدة دقيقتين. شايفين ما شاء الله القوام بتاع الخليط بقى كريمي وشكله حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الافضل ان انت تضيفي المواد السائلة في طبق وبعدين تضيفي عليها الدقيق، لانك هتضيفي الدقيق شوية بشوية. اضيف الخل، دول معلقتين كبار من الخل، وهضيف الدقيق. طبعا هضيف الدقيق على مرتين او 3 حسب، يعني انا كده ضفت على مرتين مع التقليب المستمر طبعا وفي اتجاه واحد. ما تغيريش الاتجاه بتاع التقليب عشان الهواء اللي يخش في العجينة ما يطلعش تاني. هضيف شوية تانيين من الدقيق. بقلب بقى بالشكل ده كده لمدة دقيقتين كده ولا حاجة، لحد ما يمتزج الخليط كله مع بعضه كده ويبقى حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. انا شايفة ان هي مش محتاجة حاجة تاني. هي القوام بتاعها ده كده مظبوط، ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. زي ما انتوا شايفين كده اهي زي الفل. اهي بتبقى بالشكل ده كده.
معايا هنا القالب اللي هسوي فيه الكيك، دهنته بالزيت وبطنته بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بالخليط بتاع الكيكة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتولعي الفرن وانت بتعملي الكيكة على درجة حرارة 180. بهبد الصينية كده علشان اطلع الهواء اللي فيها، علشان الكيكة من جوه ما يبقاش فيها فراغات، وبدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة، وبعد ما تستوي ان شاء الله هنشوفها مع بعض. ودي الكيكة اهي بعد ما استوت زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى تبرد، بغطيها بفوطة قطن كده واسيبها لمدة ساعة لما تبرد، وبعدين نقلبها على الناحية التانية ونشوفها مع بعض. ودي الكيكة اهي بعد ما بردت زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله شكلها حلو وريحتها حلوة وطعمها احلى. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد قطعة كده منها ونشوفها سوا مع بعض. عايزة اقول لكم ان جوز الهند مخلي ريحة الكيكة ايه تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله هشة من جوه وجميلة قوي ومستوية ما شاء الله، يعني سواها مظبوط، تسوية ممتازة. درجة التسوية بتاعتها ممتازة. شايفين عاملة ازاي ما شاء الله. احلى كيكة ممكن تعمليها. اعملي الكيكة بالطريقة دي هتعجبك قوي. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.